بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ومعاكم ورجعنا تاني لتلاتة في 3 بونت. الحمد لله بقينا 3 مرة تانية ان شاء الله بعد نرجع للأول. غياب. مش كده بقى عايزين كنبه اوسع. ونشيل الحتة اللي ورا. يعني المهم عاملين ايه يا جماعة؟ وننضف. بس بقى كمل ما اقدرش اسكت. يعني المهم احداث شيقة الاسبوع ده الحمد ولا لله. شيكة ولا حاجه، اسبوع مقرف اساسا. شيكة احداث شيقة الاسبوع ده، يعني الحمد لله كان في ماتشات كتير نقدر نتكلم عليها غير الاسبوع اللي فات. ما وغبنا عنكم وعارف ان احنا وحشناكم، فنتكلم بداية اخبارك. مش كات احنا بناخدها دايركت، مفيش مونتاج، ما عادش في فلوس. كمل. عامل ايه امور؟ تسلم والله ربنا عامل ايه يا كيمو؟ ماشي الحمد لله شغال. الحمد لله. نبتدي بايه؟ نبتدي بايه؟ برمضان صبحي. رمضان صبحي ماشي. رمضان صبحي ربنا يفك حالك. يعني اغبى مخلوقات الله. لا، هو اللي يعجبك ان المحامي اللي مسك له القضيه غبي بقى. هو المحامي بتاع الكهرباء، هو المحامي بتاع زيزو، فده بيخليه متفائل. انت بيقول لك خليك تجرب. محامي مفيش، اقسم بالله مسدس والله بس. خلي بالك، انت عارف حوار رمضان ده يخلص على ايه؟ على مرتضى منصور هيقوم متصدر يقول لك سيبوا لي الموضوع ده ويطلعه. طب شفت انت حوار ان محمد الشناوي كان متوسط في الدايره ديت؟ ما ده استغربت، وشريف اكرامي. بس بيقول لك محمد الشناوي اكيد ملوش يد في الموضوع. احنا لا بس انا زعلان يا عم ان شاء الله عليه. الشناوي ياخد حكمه ورمضان يطلع براء. يا رب يا عم. لا بيقول لك في خبر، بيقول لك صفحه من صفحات الذات مختلط تقريبا، قال لك انتوا عارفين ان رمضان صبحي من يومين مضى للزمالك والنهارده اتقفش واتحبس. احنا لو بنتسحر خمره في رمضان مش هنبقى نادي كده. لا مش ممكن والله العظيم 3. بيقول لك باين بقى عمر جاب اللي يد في الموضوع. ده برضه ملوش يد. لا هم عايزين يسجنوه مش اكتر. هم بيدوروا على صيغه تاخد. لا هم ماسكين تشكيله المنتخب اللي اكلوا 6 من غانا. صح. والله. الشناوي اكرامي لسه الشناوي الصغير عمر جابر. ربنا بقى يفك سجنه كده. هو يعني هو كل ده عشان زور اغبى مخلوقات الواد الله. مكانه. هو ورونالدينيو. يعني برضه فاكر رونالدينيو لما زور الباسبور؟ لا رونالدينيو راح مزور ولا الباسبور. انت فاكر حاجه؟ يعني بزق الحلقه. ماشي الدنيا. يا عم رونالدينيو اول ما قال رونالدينيو قلت هو رونالدينيو دخل واحد مكانه يمتحن. يا عم رونالدينيو مره زور الباسبور بتاعه وراح اتقفش في مش كولومبيا تقريبا. طبعا غلط. رساله لاي حد ما يزورش الباسبور. رساله لرونالدينيو ما تزورش الباسبور. اللي بعده انت عامل دماغ عينه بالنار. عايز معلش. المهم دماغ. مفيش كابتن. ابو لبن قبل الدنيا. مين ابو لبن؟ دي اساءة في حق المحل اصلا. المهم عشان مش بس نرجع برضو كده في المحل شويه ونروح للزمالك. الايقاف رقم 19 تقريبا. ولا بيفرق معانا يا باشا. ولا ده انتوا هتقعدوا 3 سنين 4 سنين مش عارفين تجيبوا لعيب. هو هيلعب السكواد اللي معاه الوقت هيلعب بيه 5 سنين الجايين. هو عبد الله السعيد بقى في 45 نازل بعكاز. باص يا ابني. هو فين السكواد اصلا؟ هو فين السكواد؟ كراسي. عندك اخوان الفينا ده. اخوان الفينا ده مش هم هيشتكونا. استنى بس. اخوان الفينا ده كنت فاكره هيمشي، اما الظاهر هو مش جاي يلعب عشان الفلوس. هو بيحب الزمالك. هو هربان من قضيه. قضيه. بيحب الزمالك. هو هربان من قضيه في البرازيل. وجاي لا بيقول لك كان بيهرب من المدرسه في البرازيل وهو صغير واتفرج على ماتشات الزمالك. حصل. طب انت شفت اصلا كان في صوره رفعها هو باين ستوري او حاجه زي كده عنده في البيت وهم بيتفرجوا على الماتش بتاع الزمالك. شفتها ولا في افريقيا؟ فين الحدث؟ يا عم دي عيله هو متخلفه. سارق وصله. مش مشترك في بين الراجل حتى هو النادي لو بيقبضه كان جاب ريسيفر ولا متخيل يا عم بيقبضوا ايه؟ ده عاملين لسه النهارده جدوله مع الصغير عشان الحلاق. الحلاق عايز فلوس صح؟ هيرفع قضيه برضه. وقف بس في اسم الدقي ده. وقف كده بيقول لك اللي هيجي يحلق له درجه واحده مفيش تدريج. هو مين اللي فسخ عقده مش النهارده؟ هيدرج لحد. كان اقول لك انا مين
واحد كده راح لعب ماتشين الولد ولا. المغربي ده اسمه ايه ده؟ انا بحب ميدو جدا، الولد المعفن ده. انا بحب ميدو جدا، يقعد يقول هو لك الوقت معفن عشان يفسخ عقده لا ولا هو معفن من زمان؟ هو اصلا الواد ده اساسا يعني هم كانوا قايلين بقى الواد ده جامد ومن احسن 3 مواهب بقك عليا شويه. من احسن 3 مواهب في المغرب وبتاع. احنا 3 ورا اللي هو اصلا كده، لو عايز تطلع اطلع. هو الولد عبد الحميد معالي ده. معالي زايد. ولا اتاخد منتخب شباب ولا عمل اي حاجه. ايوه هو معالي، احنا عاملين نفتكر ايوه معالي انا دول حمدان كله من اللي انت المايك لان هو طالع هيشرب شويه هيطلع يطلع كوبايه واثنين شاليمو. معلش يا جماعه اصل هو مايك واحد فاحنا بنعمل فيه المايك دي مش حاجه طبيعيه بس مش كده. يعني هتتصلح ان شاء الله لما نجيب المفاجاه، بس يعني هي مش جايه، بس مش مشكله. المهم خلصنا من الزمالك. والميكسات، عايزين الميكسات اللي مراد قال عليها برضه. وانت حاطط المايك تحت لوحدك. ما انا قلت عامل مايك يتحط هنا يا عم، وانتوا يا عم على يا الله عم هو خد المايك تحت هنا. هو اخد من الترددات ده، فاهم؟ جاي لك طازه. المهم في برضه فريق كده زي الزمالك بالظبط، بس هو في انجلترا. مين هو؟ مانشستر يونايتد. لا ما ينفعش حد يقارن بالزمالك. لا احنا مشكلتنا فلوس. الزمالك واحد بس. هو مش هو معاهم مشكلته فلوس بس هو مشكله بنت يعني خسران، مطرود منهم من الفريق التاني ايفرتون واحد، فبيلعب 10 من الدقيقه 30 ولا الدقيقه 25 حاجه كده، راح حط فيهم جون وخسران 1-0 على ارضه. يا عم دي مش جديده، مانشستر يونايتد اصلا اكل على عينه بقاله 60 سنه. الجديده ليفربول بقى. انت عارف ليفربول عامل صفقات بكام وجايب اسامي عامله ازاي؟ نص مليار في اول الموسم. نص مليار دي ممكن إيه تعيش يعني، مش تعيشنا يعني. ده الصفقه بس من اللي جم في الصيف اللي فات يفكوا فرقه، عارف انت اللي يفرجوها على دوري. اللي يزعلك ايه ان هم لما جم على صلاح اي حد بيتكلم. ما عشان هو لعيب عاق يعني. لا بقول لك ايه هو صلاح جدد. لا جدد. كل نفسيته ما خدش كره ذهبيه والدنيا حلوه والعيشه مرتاحه وعمل وبقى بيجي مصر كتير. وبعد سنتين هيروح جلطاسراي يا عم تلاقي شايف لك جديده ولا حاجه ايا كان يعني. سنتين هو فسد دماغه خلاص. بس كده خلاص يا عم. فان دايك برضه فسد دماغه. عبد الرحمن عايزه جلطاسراي. هو رايح جلطاسراي. عبد الرحمن وكيل لعيبه في جلطاسراي. هو رايح كده يا عم روح. انت عارف ليه؟ عشان هو هناك في بنك فاتح كده بيدي فلوس وبتاع. عايز صلاح والواد محمود حماده بتاع المصري. راح محمود حماده. طيب عندنا اصل حاسك بتشوف الجناب بيشوف يا عم، بيبص على المرايات. قلت لك الكنبه اللي ورا 3 اطلع لو عايز تطلع. سواء مرات اللي عامل لك كده اهو. ارسنال بقى خد شويه والله خد شويه يا عم نستوي حاجه ثانيه. خد شويه بس احنا جدعان يا عم. احنا لو معانا مايك واحد نقسمه، في ناس اخده مايك وحطها تحت اللغه. انا كنت هقول حاجه ثانيه بس انك لحقتني. تحت اللغه مش ممتاز. الارسنال هيبقى فريق يعني ضايع لو ما خدش الدوري السنه دي. هياخده. عارف ليه؟ هياخد ايه؟ نفس الظروف بتاعت ليفربول السنه اللي فاتت، الناس كلها واقعه ونايمه هو اللي فايق. الخبر اللي بعده والله. انت النهارده عيد ميلادك المفروض تفوق. لا انت اللي فايق فينا. ليه؟ مشينا يلا. في ايه؟ طب يعني نعمل التوبيك اللي بعده. مشينا يلا. يوفنتوس خسرانه تقريبا من يا عم قدر الله ما شاء فعل. فريق ايطالي بكرهه. انت مالك ومال الدوري الايطالي اساسا. اللي بعده يا عم احب الايطالي يا عم. اللي بعده برشلونه خسران. يا عم انت عمال تقرص ليه؟ عمال تقرص لنا، عمال اقول يا رب الحلقه قربت تخلص من غير ما نفتح السيره. اطلب من ده روخو تقريبا صح؟ احنا سايبينهم 3-0. ممكن يبقى الوقت 7 مثلا. احنا قفلنا عشان مش قادرين وعشان عايزين نروح. موسم ايه بس؟ مش موسم برضه ولا موسم النسيان. احنا لسه ما كملناش نص موسم، بس هي واضح ان الدنيا يعني اخر حاجه برضه هتاخد لك كاس، هتاخد لك سوبرايه، هتاخد لك كاس تشربه فعلا ماشي. وبعد كده خلي بالك ريال مدريد برضه ضربه غطس. كان الفرق 5 نقط اخر كلاسيكو، بعد ما كسبونا كان الفرق 5، دلوقتي فرق نقطه، فالحال من بعضه يعني. ماشي. ممكن تلاقي إلتشي ولا حاجه اللي اخدت الدوري السنه دي. يعني اخر حاجه هم اكيد مش هيهتموا بيها، بس عندنا اياكس لحد دلوقتي ما كسبش اي ماتش من دوري الابطال، 6 خساره. كانت بتلعب بنفيكا اللي قبل الاخيره وبرضه خسرت. طبعا الكلام ده ما يهمكوش. مفيش حد هولندي هنا. انا مهتم. انت انا مهتم. كابتن هولندي. اي اخبار تافهه انت بتجيبها مش حلوه يا عم. يا عم مورينيو كسب النهارده.
يبقى فيه كده. انت متخيل ده احنا واصلين فين؟ مش بيقول لك يا عم مورينيو كسب يا عم اول ماتش ليه النهارده كويس. في خبر بعده ولا مفيش؟ حابين تتكلموا على حاجه تانية؟ لا، قفل يلا. يعني دوري ابطال افريقيا مفيش. المصري طلع رحله، مش ما بيلعبش في بطوله يعني. ده اللي انا كنت، ده التعليق اللي انا كنت عايزه أقوله. كايزر طالع يعني. رحله. احنا ممثلين مصر في الكونفدراليه، بس احنا طالعين رحله. يعني احنا عشان هناخد الثالث مثلا في المجموعه، الثالث في المجموعه من كايزر ومصر والزمالك وهنروح. والبتاع ليه؟ الزمالك هيكسبنا رايح جاي. لو الماتشين بتوعنا ورا بعض، ماتشين الزمالك ورا بعض، هيكسبنا رايح جاي وهنتغلب الماتشين طب ما بتوع انت بره كسبت كايزر عشان في ارضنا، والماتشين بتوع بره هنتغلبهم. احنا كده اتغلبنا 4 وهنكسب ماتشين اللي في ارضنا. هتصعد. لا مش هصعد برضه. ما التانية كله هيخسر. لا مش هيخسروا. فرقه كايزر دي حلوه، وهتاخد الزمالك في جنوب افريقيا الجوله الجايه. اتكلم. صح. ده شورت هينزل فاهم لما يتاخد. شفت هو عامل رامي ودني. الزمالك هياخد كايزر في المهم يعني حلقه ظريفه، ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، وقولوا كل سنه طيب لاحمد مراد عشان النهارده 25 11 25 تتقرا من اليمين والشمال، تقرا من اي حته تشتم فاهم. يلا نشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم. باي باي.